بالله عليكم ركزوا معايا في القصه دي، عشان انا من ساعه ما قريت القصه دي وانا في حاجات غريبه بتحصل معايا. نركز مع بعض بقى حبه كده ونصلي على النبي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم معايا. يلا نبدا. يا مساء الرعب يا جماعة، أنا شادي وهنا بنغوص في أعماق الخوف. جهزوا نفسكم، استعدوا. انا مش بكتب الكلام ده ولا بحكيه لكم عشان اسليكم ولا عشان دي قصه حكوها لي صحابي على القهوه. انا بكلمكم دلوقتي وايدي بترتعش، انا قاعد في اسم الشرطه مستني دوري ورجليا مش شايلاني من الخوف. الموضوع بدأ من شهر لما أجرت شقة قديمة في منطقة حلمية الزيتون. الشقة كانت كبيرة وسعرها لقطة، سقفها عالي وحيطان غامقة وشبابيك خشب من اللي بتتهز من أي هوا دي. بحكم شغلي كمبرمج كنت بقعد أشتغل طول الليل وأنام قرب الصبح. أول أسبوعين الدنيا كانت هادية، بس كنت دايما بحس بتقل غريب في الهوا، إحساس إنك مش لوحدك، بس كنت بكدب نفسي. بعد كده الحاجات الصغيرة بدأت تظهر. أصحى من النوم ألاقي باب الحمام مفتوح وانا متأكد اني قفلته، واكون شغال بالليل في الصالة واسمع صوت خربشة خفيفة جدا زي ما يكون حد بيتسحب بضوافره بالخشب فوق سقف الأوضة. السقف كان فيه باب خشب صغير بتاع الصندرة القديمة مقفول وعليه تراب من سنين. كنت بقول أكيد فار وكنت بنسى، بس المرعب بجد بدأ لما بقيت أصحى كل يوم الساعة 4:27 دقيقة الفجر. أصحى حاسس بخنقة رهيبة وريحة رطوبة وعرق مكتوم في الأوضة. قررت أركب كاميرات مراقبة صغيرة وأوصلها بالموبايل عشان أثبت لنفسي إنه فار. امبارح بالليل نمت عادي، صحيت الساعة 4:27 دقيقة على نفس الخنقة، بس المرة دي حسيت بهوا دافي خفيف نازل على وشي، نفس بني آدم شهيق وزفير قريب جدا من وشي. أنا اتقطع نفسي وما قدرتش أتحرك، قعدت متخشب زي الميت ربع ساعة لحد ما الصوت اختفى. أول ما النور طلع مسكت الموبايل بإيديا، بس إيدي كانت بتتنفض عشان أشوف تسجيل الكاميرا. جريت الفيديو لحد الساعة 23 دقيقة، واللي شفته خلاني أصرخ بصوت مش صوتي. الساعة 23:22 دقيقة باب الصندرة الخشب اتفتح ببطء وبدون أي صوت، ونزل منه بني آدم، راجل رفيع بشكل يخوف، شعره منكوش وملابسه متقطعة وبشرته باهتة زي الجثث. ما نزلش نزلة عادية، لا ده نزل على إيديه ورجليه من السقف للدولاب للأرض بمنتهى المرونة من غير أي صوت. وقف جنب السرير وقرب وشه من وشي جدا، كان باصص لي بعينيه، عينيه كانت واسعة مش بترمش. فضل يشم في وشي ويقرب ودنه من بقي عشان يسمع صوت نفسي، وبعدين قعد على الكرسي جنبي وفضل باصص لي لمدة 40 دقيقة كاملة. أنا شايف نفسي نايم وهو قاعد جنبي بيبتسم ابتسامة عريضة كده مخيفة وبيعوج راسه يمين وشمال. والأبشع من كل ده في آخر الفيديو وهو طالع الصندرة تاني بص للكاميرا وشاور بصوابعه على شفايفه كده كأنه بيقول لي كأنه عارف إن في كاميرا وعارف إني هشوفها. أنا سبت كل حاجتي وجريت في الشارع بهدومي اللي عليا ومش راجع الشقة دي تاني أبدا. أنا دلوقتي متأكد إن الراجل ده كان عايش معايا في الصندرة من أول يوم سكنت فيه، وكان بيبص عليا كل ليلة وأنا فكري إني لوحدي. تقدر تقولي بقى لو كنت انت مكان الشاب القمر ده كنت هترجع تاني حتى تاخد اللابتوب وهدومك، ولا هتسيب الدنيا وتهج؟ انا عايز اشوف رأيك ده في الكومنتات. يا جماعة لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد، وكمان تابعوا القصص اللي جاية عشان هتبقى نار.